خوتنا عاوتاني ما نوريو لكمش غير السلبيات، الحاجه الايجابيه اللي في اضرار ناس يرحبوا. ومام طو كاين مشروع اللي مزرعه اللي يديروا الحليب هذوما، مشروع قطري جزائري اللي راهو دوكا قيد الانجاز، اللي يوفر 10,000 منصب عمل دوكا اللي راهو في قيد الانجاز، وكي يكتمل يوفر 5,000 منصب عمل. يعني راح يدعم الحليب، راح يدعم الجزائر قريب يكمل لها تولي عندها اكتفاء ذاتي. ما من الناس اللي راهي تخدم انا تلاقيت بها ما شاء الله الله يبارك، قالوا لك حتى يبدا المشروع قريب نكملوه نعيطوا لك تشوف بعينك ما شاء الله. تحياتي لكم. هذه كاين ناس بزاف اللي ما على بالهاش باللي في اضرار راهي بدات الدعوه تولي خضراء. ان شاء الله نشوفوا الصحراء كاع خضراء وناسها خدامين ونتعاونوا، الشمال يعاونوا الجنوب والجنوب يعاون الشمال لنهضه هذه الوطن. الاراضي هذو ما راهم وحدهم، علاش ما يولوش خضراء كيما القطريين ما شاء الله اللي جاوا شراكه مع الجزائر على كل حال، اللي راهم يخدموا هنا في البلاد يرجعوا البلاد هكذا مع شركه تركيه. علاش ما يزيدوش الاراضي كاع القاحله يوليو هكذا؟ علاه ما نصدروش حنا الحليب وما نصدروش الابقار وما نصدروش الاعلاف؟ علاش؟ حاجه سهله، الاراده واليد في اليد، في لم الشمل الوحده الوطنيه. السلام عليكم. ان شاء الله الميساج هذا يلحق. عجبتني بزاف هذه الفكره، وتلاقيت بعض المسؤولين تماك لي تلاقينا هكذا قصارين في اوتيل حتى حكاو لي على المشروع وراو لي المشروع. الله يبارك وما شاء الله، الله يبارك وما شاء الله. هذه الحاجه الايجابيه اللي راهي في اضرار، وان شاء الله ناس اضرار كاع يخدموا في هذا المشروع وتتنحى شويه بطاله ونشوفوا الجزائر خضراء. السلام عليكم.